زهرة من المغرب، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الشهر مبروك عليكم على جميع المسلمين. وعلينا وعليك إن شاء الله. بغيت نسول الأستاذ الشيخ العودة. تفضلي. واحد السؤال على بين الحاكم والمحكوم. نعم. واش حنا اللي تنصوتوا عليهم في الانتخابات ما تنعرفوش حتى العريف، كيفاش غنعرفوا الحاكم والمحكوم؟ هل وضح سؤالك؟ لا. مرة أخرى. لا، السؤال الأول مرة أخرى يا زهرة. السؤال الأول، حنا حتى اللي تنصوتوا عليهم في الانتخابات ما تنعرفوهمش. أنا فهمت منك الانتخابات، غيرها ما فهمتيش السؤال الأول ديالي. أنا ماني قايل لكم جيبوا ويانا مترجم تقولوا ما نحتاج. تحلم. السؤال الأول ديالي هو أيوة، حنا اللي تنصوتوا عليهم في الانتخابات. تعيديها. كيف تصوتي في الانتخابات لأناس لا تعرفيهم؟ الانتخابات البرلمانية. أيوة. يعني اللي غيهضروا علينا في البرلمان وداك الشيء على الحقوق ديالنا ما تنعرفوهمش. طيب هذا وضح. نعرفوا الحاكم والمحكوم. هذا وضح. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، الله يجازيك بخير يا أستاذ، هذا خارج عن الموضوع. أنا مريضة مرض نفساني 13 عام هادي، تنشرب الدواء وما تنقدش نوض نصلي صلاة الفجر، وما عرفتش ربي سبحانه وتعالى اش غيدير ليا. صديقي حنا بالعين عذاري، حنا نسقي البعيد ونخلي القريب. واش بالك يا جاري؟ يا خويا حاشيهم يا زنط الله يهداهم. واي قيق. اي والله خف. لا زهرة ما فهمت السؤال. فهمتيني دابا شنو قلت؟ لا ما فهمت. حبة يا زهرة، شوي تكلمي. أنت مريضة يا زهرة، شفاك الله، أنت مريضة. مريضة 13 عام هادي بمرض نفساني. 16 عاما. نعم. أيوه. وتنشرب الدواء. أيوه تشربين الدواء. ودابا ما تنوضش نصلي صلاة الفجر في الوقت ديالها. صلاة الفجر يمنعك الدواء أن تصلي الفجر في وقتها؟ إيه. طيب خلاص شكرا لك. وما عرفتش يصدر ربي سبحانه وتعالى شنو غيدير ليا. طيب شكرا زهرة. الله عز وجل